فجأة ظهرت بأغلى فستان في دبي ولابسة ساعة ب13 مليون وبتلف العالم في طيارات خاصة، وعشان كده لازم نسأل إيه سر ثروة المذيعة أسماء إبراهيم وإيه حكاية فلوسها اللي نزلت من السما. أسماء إبراهيم من مواليد اسكندرية ودرست الإعلام في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، وفجأة الزهر لعب معاها لما قدمت برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس عشان تبقى من أشهر المذيعين في مصر، خصوصا إنها بتجيب نجوم تقيلة قوي في الفن والرياضة، يعني نجوم الصف الأول اللي صعب يطلعوا على الهوا إلا في البرامج الجماهيرية زي أحمد السقا وآسر ياسين ومحمود كهربا وفيفي عبده ونيلي كريم. ودي كانت البداية اللي خلت الجمهور يسأل إزاي أسماء إبراهيم بتجيب الضيوف وبيدفع أجورهم منين؟ وهنا خرجت أسماء نفسها من الموضوع وقالت أنا ماليش علاقة، ده أمر يخص قناة القاهرة والناس والإنتاج، ومش مهتمة بالكلام اللي بيطلع